النهاردة هنتكلم عن واحد ممكن نعتبره أخطر جاسوس دخل مصر من غير ما حد ياخد باله. علي العطفي، أو زي ما يتقال عليه الجاسوس المجهول. الراجل ده قدر يخترق أعلى مؤسسة سيادية في البلد، وكان مصدره للمعلومات هو رئيس الجمهورية بنفسه. تخيل كده إنه كان المدلك الخاص للرئيس أنور السادات، وفضل جوه القصر الجمهوري 7 سنين كاملة بيشتغل لحساب الموساد الإسرائيلي من غير ما حد يشك فيه ولا يقدر يكشفه. وعشان كده إسرائيل اعتبرته واحد من أكبر نجاحات جهاز مخابراتها. بس السؤال هنا، هل المخابرات المصرية كانت عارفة بوجوده جوه القصر، ولا حتى بغرفة نوم الرئيس زي ما بيقولوا؟ ويا ترى حكاية إنه سمم الرئيس جمال عبد الناصر دي حقيقة ولا مجرد ادعاء؟ وإيه علاقة الموساد بالموضوع ده؟ لو نفسك تعرف القصة الكاملة وتعرف مين هو علي العطفي، اللي بدأ حياته بشهادة إعدادية بسيطة وبقى بعد كده أشهر أستاذ للعلاج الطبيعي في مصر، وتفهم كمان ليه باع نفسه لإسرائيل، وإيه هو التصرف المتهور اللي عمله وخلاه يخسر كل حاجة في لحظة، يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للآخر. وكالعادة قبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. في بداية الثمانينات المصريين اتفاجئوا بحاجة غريبة جدا. كتاب ظهر وانتشر بسرعة اسمه علي العطفي، واللي كاتبه هو علي العطفي بنفسه. الكتاب ده كان بيعلن فيه صاحبه إنه كان المسؤول عن وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو بالأدق زي ما هو قال، المسؤول عن قتله. العطفي ادعى في الكتاب إنه كان المدلك الخاص للرئيس عبد الناصر، وإنه تسبب في موته لما الموساد الإسرائيلي خلاه يدلك جسمه بكريم مسمم. والسم ده كان بيشتغل بشكل تدريجي، يدخل الجسم عن طريق الدورة الدموية لحد ما أنهى حياة عبد الناصر واحدة واحدة. بس طبعا يا صديقي، القصة دي اتنفت رسميا وكتير جدا كذبوها، لأن معظم الأدلة بتأكد إنها مش صحيحة. النهاردة هنشوف سوا إزاي تم نفي القصة دي، وإيه السبب الحقيقي لظهورها في الوقت ده بالذات. بس تخيل بقى، الرأي العام اتقلب تماما من الصدمة، خصوصا لما الناس بدأت تربط بين كلام الكتاب وبين اللي قاله حسين الشافعي نائب الرئيس جمال عبد الناصر في مذكراته لما نقل كلام الزعيم الصيني عن الموضوع ده. حسين الشافعي في مذكراته حكى إنه كان بيرقص أول وفد مصري زار الصين بعد وفاة جمال عبد الناصر، وهناك الوفد قابل الزعيم الصيني شو إن لي، واللي قال لهم بالنص كده: لقد كان عندكم رجل ثروة لكنكم فرطتم فيه. الوفد وقتها استغرب جدا من الكلمة دي، واستنتج إن شو إن لي كان بيقصد إن عبد الناصر مات مقتول. الشافعي كمان كتب في مذكراته إن الاستنتاج ده اتحول بعد كده ناحية السوفيت، لأن عبد الناصر وقت ما كان بيتعالج من التهابات في رجله اتعالج عندهم هناك. وفي ناس قالت إنهم دسوا له السم عن طريق المراهم اللي استخدمها، يعني عن طريق المدلكين اللي كانوا بيعالجوه. وطبعا لما القصة دي خرجت للناس وابتدوا يربطوا بين كلام الشافعي في مذكراته والكلام اللي في كتاب علي العطفي، الكل قال يبقى كده الموساد هو اللي عملها فعلا مش السوفيت. ومن هنا الرأي العام في مصر اتقلب رأسا على عقب. الناس كلها بدأت تسأل مين هو علي العطفي ده، وإيه حكاية علاقته بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر. وهنا بقى كانت المفاجأة الكبرى، لأن علي العطفي طلع مش مجرد مدلك عادي، ده كان جاسوس للموساد الإسرائيلي. في الوقت ده علي العطفي كان معتقل بالفعل في سجن أبو زعبل، وده بصفته جاسوس لإسرائيل. الموساد كان نجح في زرعه كمدلك جوه بيت الرئيس أنور السادات نفسه. الخبر ده وقتها عمل دوشة رهيبة، والرأي العام المصري والعربي هاج وغلي. الناس بدأت تسأل إزاي جاسوس قدر يخترق بيت جمال عبد الناصر ويوصل لغرفة نومه، وبعدها يخترق بيت السادات كمان ويكون مدلك الشخص بتاعه. الأسئلة ما وقفتش عند كده، الناس كمان بدأت تسأل عن سبب التعتيم الإعلامي اللي حصل، وليه الصحافة المصرية ما كانتش بتتكلم عن القضية دي خالص. الغضب الشعبي وقتها وصل لمجلس الشعب نفسه لما النائب جمال العاطفي قدم طلب إحاطة رسمي علشان يستفسر عن حقيقة الجاسوس علي العطفي.
وقد إيه الكلام المنتشر عن علاقته بوفاة عبد الناصر ممكن يكون حقيقي. لكن المفاجأة كانت إن الاستجواب ما تم، لأن الرئيس السادات شخصيا أصدر أوامر بشطب طلب الأحاطة تماما. دلوقتي قبل ما نعرف إيه هو سبب التعتيم الإعلامي الغامض ده، وليه السادات قرر يشطب الطلب بنفسه، خلينا نرجع خطوة ورا ونفهم إيه اللي حصل فعلا. خليني في الأول أقول لك مين هو علي العطفي بالظبط، وإزاي قدر الموساد الإسرائيلي يجنده ويحوله من مجرد مدلج بسيط لأخطر جاسوس داخل القصر الجمهوري. علي خليل العطفي ده هو اسمه بالكامل. اتولد سنة 1922 في حي السيدة زينب في القاهرة. كان بينتمي لأسرة تحت المتوسطة. أبوه كان موظف بسيط في السكة الحديد، وأمه كانت ربة منزل، لكنها توفت وهو لسه صغير. العاطفي كان معروف عنه إنه طموح جدا وذكي بشكل ملحوظ، بس الظروف الاقتصادية كانت أقوى منه، فاضطر إنه يسيب التعليم بعد الإعدادية علشان يساعد أبوه. بعد وفاة والده بقى هو المسؤول عن إخواته الخمسة، فبدأ يتنقل من شغلانة لشغلانة لحد ما استقر في الآخر على مهنة مساعد مدلج. المهنة دي وقتها ما كانتش منتشرة في الأوساط الشعبية، كان أغلب اللي بيشتغلوا فيها أجانب. لكن بعد فترة التأمين في الستينات، لما كتير من الأجانب سابوا مصر، حتى المدلك اللي كان العاطفي بيشتغل معاه لقى العاطفي إن الساحة اتفتحت قدامه على الآخر. ومن هنا بدأ اسمه يلمع، وبقى من أشهر الناس في المجال، خصوصا بين كبار رجال الدولة والمجتمع اللي كانت عندهم ثقافة الاستعانة بالمدلكين. في الوقت ده قرر يدي لنفسه لقب خبير، وبدأ يقدم نفسه للناس على إنه خبير في العلاج الطبيعي والتدليك. ومن هنا بدأت قصته الحقيقية. وعلى حسب شهادات كتير من المصادر، علي العاطفي كان فعلا متميز جدا في مجاله، خصوصا في العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب. وده اللي خلاه ينضم لقائمة مدربي العلاج الطبيعي في المعاهد الرياضية. وكمان اشتغل مدرب لياقة بدنية في النادي الأهلي. ومن خلال شغله هناك بدأ يتعرف على كبار رجال الأعمال والسياسيين وعدد كبير من الشخصيات العامة في مصر. لكن طموح علي العاطفي ما كانش ليه أي حدود، رغم إن شغله كان بدأ يجيب له دخل محترم جدا، وكان خلاص عمل لنفسه اسم كبير، ووصل لدرجة إنه بقى محاضر ومدرب معروف في مجال العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب. إلا إنه ما اكتفاش بكده، فضل يدور على مصدر دخل أكبر ويحقق حلم حياته في إنه يبقى أكاديمي حقيقي بشهادة عليا ومعترف بيها، مش مجرد لقب أو شهرة. وهنا بقى ومن غير ما حد يتخيل، العاطفي شاف إن الموساد الإسرائيلي ممكن يكون هو الحل. طيب هو إزاي وصل أصلا لمرحلة إنه يشتغل معاهم؟ القصة فيها 3 روايات مختلفة، هنبدأ نحكيها واحدة واحدة. بداية علاقة علي العطفي بالموساد اتقال فيها 3 روايات مختلفة، كل رواية منهم بتحكي القصة بطريقة غير التانية. أول رواية، ودي اللي ذكرها الكاتب عصام عبد الفتاح في كتابه جاسوس في قصر الرئيس. أما الرواية التانية فكانت وهمية، اخترعها العطفي بعد القبض عليه. أما التالتة فهي الرواية الرسمية اللي اتثبتت في أوراق القضية وملف التحقيقات. خلينا نبدأ بالحكاية الأولى. الكاتب عصام عبد الفتاح قال إن بداية تجنيد علي العاطفي كانت في أوائل الستينيات، وتحديدا بعد افتتاح فندق هيلتون اللي كان فيه نادي صحي فاخر. في الوقت ده تم تعيين العاطفي كمشرف عام على النادي الصحي، لأن المكان كان الأول من نوعه في مصر ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات. وقتها بدأ النادي يجذب كبار رجال الدولة والسياسة ورجال الأعمال. من هنا قرر الموساد إنه يزرع عميل جوه المكان ده، واختياره وقع على علي العطفي. لكن الكاتب ما ذكرش المصدر المباشر للمعلومة دي، وده اللي خلى ناس كتير يشككوا في الرواية دي أصلا. نيجي بقى للرواية التانية اللي قالها العاطفي بنفسه، واللي طلعت وهمية على حسب كلام التحقيقات. هو قال إنه بعد ما اتجوز زوجته الهولندية بقى يحمل الجنسية الهولندية، وبدأ يسافر كتير لأمستردام. وفي واحدة من زياراته هناك اتعرف على بنت هولندية مالها ليلى. البنت دي بعد فترة قالت له إنها عايزة تعرفه على صاحبها، اللي قالت إنه تاجر وإنه مهتم يدخل معاه في مشروعات في مصر.
لكن المفاجأة إن العاطفي بعد شوية اكتشف إن الراجل ده ضابط في المخابرات الإسرائيلية. بس الرواية دي ما أقنعتش جهات التحقيق، ولما تم الضغط عليه في التحقيقات اعترف بالحقيقة اللي تماشت مع التحريات اللي كانت قبل كده. الحقيقة كانت إن علي العاطفي هو اللي راح بنفسه للسفارة الإسرائيلية في أمستردام، عرض عليهم خدماته كمتعاون، لكنهم وقتها قالوا له إنهم هيدرسوا عرضه وطلبوا منه يرجع مصر، بس بشرط إنه ما يحاولش يتواصل معاهم تاني لحد ما هم يتواصلوا معاه. وبعد 3 شهور تمت فيهم مراقبة تحركاته كويس، وتم اختباره بشكل مباشر وغير مباشر من غير ما يعرف، عشان يتأكدوا إنه مش عميل للمخابرات المصرية أو عميل مزدوج. تواصلوا معاه، طلبوا منه يسافر أمستردام علشان تبدأ مرحلة تدريب، وهناك قابل علي العاطفي إيلي برجمان، الضابط اليهودي من أصول مصرية اللي تم تكليفه بمتابعته لأول مرة. وساعتها تم الاتفاق مع العاطفي على كل حاجة، واستلم أول دفعة مالية من حسابه. وبعدها خضع العاطفي لبرنامج إعداد نفسي كامل، وخضع لمعسكر تدريبي تم فيه تدريبه على استعمال الأجهزة والآلات اللي كان متوقع إنه يحتاجها، زي كاميرات التصوير الدقيقة للصور والمستندات وغيرها من الأدوات اللي اداها له بعد كده، واللي كان منها كاميرا للتصوير وأزايز حبر سري وكتاب لفك الشفرات. والبرنامج ده يا صديقي كان في البداية بيركز على تأهيله علشان يكون عميل خاص ليهم في مصر، أو للدقة يعني عشان يكون بذرة لشبكة جاسوسية جديدة كان هيتم تشكيلها بهدف اختراق الوسط الطبي الأكاديمي في مصر، في نفس الوقت عشان يجمع ليهم من خلاله علاقات بكبار رجال الدولة. لكن الخطة دي اتغيرت فجأة واتبدلت بدور أكبر وأخطر بكتير. الضابط برجمان اقترح على رؤساء في الموساد إنهم يستغلوا ندرة مجال التدليك والعلاج الطبيعي في مصر عشان يخلوا علي العاطفي يتميز فيه ويبقى رقم صعب، بس طبعا بمساعدتهم هم. الفكرة كانت إنهم يلمعوه إعلاميا ويساعدوه يحضر مؤتمرات طبية دولية كبيرة، ويزودوه دايما بأحدث المعلومات عن الأدوية والكريمات الجديدة اللي ما كانتش موجودة في مصر ولا في أي دولة عربية تانية. وفعلا الموساد نفذ الخطة بحذافيرها، وبدأ كل شيء بمنحه شهادة دكتوراه مزورة من أمريكا. ده غير كمان حملة التلميع الإعلامي المدفوع في الصحافة المصرية والعربية اللي كانت بتركز عليه وبتقدمه كخبير عالمي في العلاج الطبيعي. أما عن سبب التلميع ده فكان واضح جدا، الموساد كان عايز يستخدم علي العاطفي علشان يجذب أكبر الشخصيات السياسية والعسكرية في مصر، ويبقى عنده عين قريبة من صناع القرار، وده مع دوره الأساسي كمان في اختراق الوسط الأكاديمي والطبي في البلد. وفعلا بعد ما خلص تدريبه رجع علي العاطفي لمصر، اتعين مدرس ومحاضر في المعهد العالي للعلاج الطبيعي. ومع الوقت بدأ يترقى لحد ما بقى رئيس المعهد العالي للعلاج الطبيعي بنفسه. في الفترة دي علي العاطفي بدأ يدخل دايرة ناس تقيلة جدا، أسماء كبيرة ومؤثرة قريبة من صناع القرار في الدولة. جلسات المساج اللي كان بيعملها، ولأن الناس وقتها كانت بتبقى في حالة استرخاء تام، العاطفي كان بيقدر يستدرجهم بالكلام ويعرف منهم معلومات حساسة وخطيرة عن الأوضاع الاقتصادية في البلد وكمان السياسية والعسكرية. وطبعا كل المعلومات دي كانت بتروح للموساد أول بأول. من ضمن الأسماء اللي كان بيتعامل معاهم كمال حسن علي اللي كان وقتها مدير سلاح المدرعات، وعثمان أحمد عثمان نسيب الرئيس السادات وأقرب أصدقائه. الاتنين دول تحديدا هم اللي قدموه للسادات بنفسهم ورشحوه عشان ينضم للطاقم الطبي الخاص بالرئيس. وفعلا في سنة 72 اتفاجئ العاطفي وهو في مكتبه في المعهد العالي بخبر إنه انضم رسميا للطاقم الطبي للرئيس أنور السادات علشان يكون المدلك الخاص بيه. الخطوة دي كانت بالنسبة للموساد أهم وأخطر ضربة في الوقت ده. وخلال فترة قصيرة جدا العاطفي بقى مقرب جدا من السادات وأسرته، وبقى يدخل القصر الجمهوري بشكل شبه يومي. وطبعا كان بينقل للموساد كل حاجة بالتفصيل، كل ما يتعلق بصحة الرئيس وأي حاجة بتدور جوه القصر. لكن المخابرات المصرية في الوقت ده كان عندها خيط صغير جدا،
من سنة 71 التقطت أجهزة المخابرات إشارة لاسلكية مشفرة مرسلة من جاسوس غامض لإسرائيل. وكمان كانت عندهم معلومة مؤكدة إن في جاسوس مجهول قريب جدا من الرئيس السادات بيوصل المعلومات لإسرائيل أول بأول. بس المشكلة إنهم ما كانوش عارفين مين هو ده بالظبط، وعشان كده الملف اتفتح باسم الجاسوس المجهول. وكانت المعلومة الوحيدة اللي فيه جاسوس على مستوى عالي جدا قريب من غرفة صناعة القرار السياسي في مصر. العاطفي كان بيبعت لإسرائيل أول بأول كل خطوات الرئيس السادات وبشكل دقيق جدا. بس المشكلة إن هوية الجاسوس كانت محيرة جدا للمخابرات المصرية، وده بسبب حرصه الشديد على التخفي. فحتى مع إن المخابرات كانت مراقبة كل المقربين من الرئيس السادات سواء في تحركاتهم جوه مصر أو براها، وكان من ضمنهم طبعا علي العطفي، إلا إنه كان حذر لدرجة صعبة تتصدق. لكن بعد فترة بدأ حذره يقل بشكل غريب، والسبب إنه افتكر إن الجو بقى آمن، خصوصا بعد مفاوضات السلام، ولأنه كمان كان مكتسب ثقة مطلقة باعتباره طبيب الرئيس الشخصي. ومن هنا بدأ العاطفي يتصرف باستهتار غير مبرر، لدرجة إنه بقى يبعت خطابات لعملاء الموساد ويحطها بنفسه في أي صندوق بريد يقابله، سواء جنب بيته أو في المعهد أو حتى في النادي الأهلي. التصرفات دي كانت بداية نهايته، لأنه بسبب تخليه عن الحذر اللي حافظ عليه سنين طويلة وقع العاطفي في الفخ اللي نصبته له المخابرات المصرية. في آخر زيارة لأمستردام قبل القبض عليه وصلت بيه الجرأة إنه يروح برجليه للسفارة الإسرائيلية أكتر من مرة من غير ما ياخد أي احتياطات أمنية. لكن في واحدة من الزيارات دي عيون المخابرات المصرية هناك رصدته. تم تصويره مع بعض رجال الموساد داخل السفارة. الصور دي اتبعتت فورا للقاهرة، وكانت هي طرف الخيط الذهبي اللي من خلاله قدرت المخابرات المصرية توصل للجاسوس اللي حيرها أكتر من 7 سنين. بسرعة تمت مراجعة كل شيء يخص حياته في هولندا، ونفس الموضوع تم في مصر. خلال أيام اكتملت أوراق الملف اللي تم عرضه على الرئيس السادات، اللي اتصدم طبعا من التفاصيل اللي سمعها من رئيس المخابرات المصرية. ما صدقش نفسه. واللي صدمه أكتر كمان إنه عرف إن عملية تجنيد العاطفي بدأت بدري جدا قبل حتى ما ينضم لطاقم أطباء الرئاسة. وهنا تم اتخاذ قرار القبض عليه في أسرع وقت، وتم تكليف واحد من ضباط المخابرات في أمستردام إن هو يراقبه بحذر فترة وجوده هناك، علشان ما يهربش منهم أو يلجأ للسفارة الإسرائيلية هناك، وعشان كمان ما تتدخلش السلطات الهولندية وتمنع تسليمه لمصر، لأن وقتها ما كانش فيه اتفاقيات تبادل بين مصر وهولندا. وكده فضل العاطفي تحت المراقبة لغاية ما راح مقر شركة مصر للطيران في أمستردام علشان يحجز رحلته اللي كان هيرجع عليها لمصر. وهنا صدرت الأوامر لضابط المخابرات المكلف بتتبعه إنه يحجز هو كمان على نفس الطيارة اللي كان ميعاد إقلاعها هو يوم 22 مارس سنة 79. وقبل ما يطلع الضابط المكلف بتتبع العاطفي اتأكد من إدراج اسم العاطفي على قائمة الركاب. ولحظة هبوط الطيارة وقف الضابط فجأة على سلم النزول ومنع نزول أي شخص منها. وفهم الأمن ساعتها هو مين وبيعمل إيه، لكن من غير ما يكشف عن هوية العاطفي. لكن الضابط اتفاجئ إن العاطفي مش موجود بين الركاب. في نفس اللحظة دي كان في مجموعة تانية من رجالة المخابرات متوزعين داخل المطار، لكنهم ما لقوش للعاطفي أي أثر، كأنه اتبخر أو فص ملح وداب. وهنا قام واحد من رجالة المخابرات بعمل اتصال مضلل لبيت العاطفي. لحظتها عرفوا إنه موجود في بيته، وإنه رجع على طيارة تانية وصلت قبل الطيارة دي ب48 ساعة، وكان حاجز على الطيارة التانية دي مجرد عملية تمويه وتضليل احتياطية بيعملها دايما في كل سفرية بيقابل فيها مسؤولين الموساد. عشان كده تم وضع خطة تانية للقبض عليه، وكانت الخطة هي إن صاحبي من مجلة آخر ساعة يطلب منه حوار صحفي يتكلم فيه عن رحلته. وبالفعل كلمه الصحفي ووافق العاطفي فعلا. بس كانت الصدمة اللي ما كانش يتوقعها لما اكتشف إن اللي جاله مش صاحبي زي ما اتقال له، لكن اللي وقف قدامه كان العميد محمد نسيب،
الأسطورة اللي كانوا بيسموه قلب الأسد، واللي كان مسؤول عن ملف قضيته بنفسه. وفي لحظة اتقبض عليه من بيته في الزمالك في مارس سنة 79 بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وهنا بدأت أصعب 20 يوم في حياته، 20 يوم من التحقيق المتواصل. كتب فيهم العاطفي اعترافاته الكاملة على 1000 ورقة فلوسكاب، كل ورقة فيهم كانت بتكشف خيانة سنين طويلة. اعترف بكل حاجة، من أول تفاصيل تجنيده واتصالاته بالموساد لحد اعترافه إن شهادة الدكتوراه اللي كان دايما يتباهى بيها طلعت مزورة، وإنه في الحقيقة ما عندوش غير الإعدادية بس. لكن أخطر اعتراف قاله، واللي عمل وقتها ضجة كبيرة جدا، إنه كان على وشك يسمم الرئيس السادات بعد انتهاء مباحثات السلام بينه وبين إسرائيل. بس المعلومة دي رغم إنها اتذكرت في بعض المصادر، إلا إنها مش مؤكدة بنسبة كبيرة، لأن مفيش أي مبرر منطقي أو دليل رسمي يوضح ليه إسرائيل كانت ممكن تعمل الخطوة دي. المهم إن التحقيقات أثبتت عليه كل التهم: تخابر مع إسرائيل بهدف الإضرار بمركز مصر السياسي والاقتصادي والعسكري، وإنه نقل للموساد معلومات خطيرة جدا عن الأسلحة والذخائر والمهمات العسكرية. كمان سلم لهم خرائط ورسوم لمصالح حكومية حساسة، رغم إنه كان صادر قرار بحظر تداولها أثناء الحرب. في النهاية تقدم علي العاطفي لمحكمة أمن الدولة العليا، وهناك كانت بتستناه نهاية ما فيهاش أي مجال للهروب. كان وقتها عمره 52 سنة، وصدر ضده الحكم بالإعدام شنقا. وبعد صدور الحكم قام ابنه الكبير بنشر إعلان كبير في إحدى الصحف المصرية اتبرأ فيه هو وأسرته منه. وبعد الحكم بالإعدام تم تخفيف الحكم للأشغال الشقة المؤبدة. بعدها رجعت خفت ل 15 سنة بس بقرار من الرئيس السادات شخصيا. وهنا اتقال إن سبب تخفيف الحكم كان ناتج عن نية الرئيس السادات في إنه يعمل صفقة تبادل كبيرة مع إسرائيل. لكن القدر هنا ما أسعفش السادات، وتم اغتياله قبل الصفقة المزعومة. الاعتقاد ده استشهد بالإشاعة اللي نشرتها إذاعة راديو لندن، اللي قالت إن الصفقة تمت بالفعل. وساعتها اتصل الرئيس السادات بالصحفي أنيس منصور وأمره بتكذيب الخبر في مجلة أكتوبر. وفعلا بعدها بيومين نشرت المجلة تكذيب رسمي، وأكدت إن علي العاطفي لسه في السجن. ومع الخبر ده انتشرت لأول مرة الصورة الأولى والأخيرة المعروفة للعاطفي، ورجع التعتيم الإعلامي على القضية مرة تانية. وهنا يا صديقي اعتبرت بعض المصادر إن سبب التعتيم الإعلامي الكبير ممكن يكون سببه حاجة من التلاتة دول، أو أكتر من حاجة فيهم. أول حاجة هو وجود بعض الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالقضية، لأنها قضية أمنية حساسة. تاني حاجة هي إن توقيت القضية كان متزامن مع آخر مراحل الاتفاقيات ومباحثات السلام مع إسرائيل. تالت حاجة ودي أهم وأوجع حاجة هي الوضع المحرج اللي كان هيتحط فيه السادات لما العالم كله في مصر وخارج مصر يكتشف إنه كان بيقوي جاسوس خطير للموساد في قلب بيته طول السنين دي. طبعا التعتيم الإعلامي اللي حصل وقتها إسرائيل ما صدقت لقيته فرصة على طبق من ذهب، استغلته على طول علشان تنشر إشاعاتها وأكاذيبها، وتحول علي العاطفي لأسطورة وكأنه دليل حي على عبقرية المخابرات الإسرائيلية وقدرتها الخارقة. ومن بين الإشاعات الكتير اللي روجتها إسرائيل كانت الإشاعة الأخطر اللي قالت إن علي العاطفي هو اللي قتل الرئيس جمال عبد الناصر. وطبعا اللي ساعد إن الإشاعة دي تنتشر كان الكلام اللي كان بيقوله العاطفي بنفسه جوه السجن. اللي حصل فعلا إن عبد الناصر كان اتعرض لجلطة في رجله الشمال، ودخل يسافر الاتحاد السوفيتي علشان يتعالج هناك، وخضع فعلا لجلسات علاج طبيعي وتدليك. لكن اللي كان بيتولى المهمة دي ما كانش علي العاطفي إطلاقا، ده كان شخص تاني تماما، واسمه كمان اتقال إنه من عناصر المخابرات المصرية. لكن واضح إن الموساد حاول يربط القصتين ببعض، واخترع حكاية تسميم عبد الناصر على إيد العاطفي علشان يثبت قد إيه جهازهم ناجح وقدر يخترق مصر لحد أقرب نقطة من الرئاسة نفسها. كمان جهات التحقيق نفسها اكتشفت إن علي العاطفي ما اتجندش فعليا غير من نص سنة 72 ولحد مارس 79،
يعني بعد وفاة الرئيس عبد الناصر بسنتين، وده لوحده كان كفيل يمسك كل الإشاعات اللي طلعت. ده غير كمان شهادة سامي شرف مدير مكتب عبد الناصر وأقرب الناس ليه، اللي نفى تماما إن يكون في أي تعامل أو حتى معرفة بين عبد الناصر والعاطفي. طبعا الإشاعات دي فضلت شوية تتداول بين الناس، بس مع الوقت اتنست خالص، زي كتير من القصص اللي بتبدأ كبيرة وتنتهي بهدوء. لو بتسأل نفسك يا ترى كان إيه مصير الجاسوس على العاطفي، خليني أقول لك. في بداية سنة 82 بدأ العاطفي يقدم طلبات عفو صحي لرئيس الجمهورية بعد ما حالته الصحية اتدهورت جوه السجن لدرجة إنه بقى مهدد بالعمى. لكن الرئيس مبارك رفض كل الطلبات. كان آخر طلب سنة 87. بعدها ب3 سنين، في أول إبريل سنة 90، مات علي العاطفي جوه السجن. والمفاجأة إن أسرته رفضت تستلم جثمانه واتدفن في مقابر الصدعة علشان تنتهي كده قصة المدلك الجاسوس اللي إسرائيل اعتبرته واحد من أهم نجاحاتها. وبكده تكون الحلقة خلصت. اكتب لي رأيك في الكومنتات وقول لي تحب نتكلم عن مين في الحلقة الجاية. وشوف كمان الفيديوهات اللي فاتت. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.